عارفين ايه احلى خبر سمعته النهارده؟ ان واخيرا هتحصل هنا في ايطاليا مدرسه عربي طول الاسبوع، وبالذات في فتره الصيف للناس اللي مش نازلين مصر. هتبقى من يوم الاثنين ليوم الجمعه من الساعه 9 الصبح للساعه 3 العصر. يعني بصوا، هودي مودي وهودي عمر. هتفتح من يوم 9 من 9/6 لحد يوم 31/8. يعني شايفين طول الفترة ديت أنا هكون مرتاحة. أهم حاجة إن هم هيحفظوا القرآن وهياخدوا عربي، ودي أهم حاجة لعيالك، لأن انتي طول السنة في المدارس الإيطالي ما خدوش مثلا عربي أو بياخدوا حاجات بسيطة. لا، دي هتكون فترة إن هم يحفظوا قرآن فيها ويدرسوا العربي. ومش كده وبس، ده كمان هيكون معاهم مدرسة للإيطالي لو انت عايزة يكتبوا واجبات الإيطالي هناك. يعني الكتاب اللي بياخدوه بيستلموه هم هيحلوه في المدرسة كل يوم، وهيكون في ألعاب يعني للأطفال الصغيرة. فدي هتكون حاجة كويسة قوي، إن هيكونوا مبسوطين وهم رايحين. على فكرة التقديم بكرة والأماكن محدودة، بس التقديم يوم السبت. هكتب لكم العنوان وهكتب لكم المكان وكل التفاصيل، وهحط لكم كمان الورقة بتاعتهم، وانا هكون اول واحده موجوده عندهم. بصراحه هودي عمر وهودي مودي. مستنيه ايه؟ لو انتي لسه ما قدمتيش لعيالك او مش هتنزلي مصر السنه دي، فدي اهم حاجه لازم تروحي تقدمي لهم. يا جماعه الاشتراك ب50 يورو في الشهر لو انتي مش هتديهم دروس للايطالي او يحلوا واجب الايطالي. لو هيحلوا واجب الايطالي معاهم هناك فهيكون الدفع 60 يورو. فده مبلغ بسيط جدا بالنسبة من ان يوم الجمعة من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 3 العصر.